أغلى برجر يمكنك أن تراه في حياتك، ليس لأن لحمه من الديناصورات أو الصلصة من المريخ أو حتى السكين مصنوع من الذهب، لكن بكل بساطة إنه صنع في مختبرات هشام كوك. ليس الدخان، من قال أنه الدخان؟ لقد أكلت عند هشام كوك ووضعت قلبي هناك، دفعت ثمن الطبق بقلبي. دخلت لأكل عنده ولم أكن أحمل النقود الكافية، فأجبرني على أن أتبرع بكليتي. نعم، استأصلوها من هذه الجهة. اقترحت عليه أن يفتح مركزا بجانب مطعمه، مركز لاستئصال الأعضاء حتى نستطيع أن نتذوق ربما القليل من أكله. نعم، ليس هذا فقط، فهنالك سكان محليون لهذه المنطقة أخبرونا أن ميسي وكريستيانو صرفوا نصف ثروتهم ليأكلوا عند هشام كوك، وأن بعض الفقراء قالوا لها: هل يمكننا أن ندفع ثمن الوجبة بالكارت شيفا؟ وأنا عندما رأيت هذه الفيديوهات سرقت مني أكثر من 10 جيجات. سأضع الفيديو وأخاف أن قد سرق هاتفي.